بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى اللي تشوف قناتي تعمل لايك وشير. موضوع حلقتنا النهاردة قصة سيدنا ايوب والصبر والمواقف بتاعته الجميلة في الصبر ومواقف زوجته معاه. اول حاجة هنقولها مقدمة برنامجنا. اتمنى اللي تشوف قناتي يا بنات تشجعني وتعمل لايك، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلاة ترضاها وترضى بها عنا إلى يوم الدين، صلاة تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بكم متابعين ومتابعات. طبعا الدعاء بتاع مقدمتنا: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى اللي تشوف الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله تشجعنا عشان نستمر في حلقاتنا الجميلة. موضوع حلقتنا النهاردة قصة سيدنا أيوب عليه السلام. أنا هقولها مختصرة كده على قد ما فهمتي وما حضرت القصة. أحيانا تضعنا الحياة في اختبارات عدة وابتلاءات متتالية تجزع بها النفس ولا تمتلك القدرة على المقاومة. لتكون قصة سيدنا أيوب من القصص الجميلة التي تبعث في النفس الشعور بالراحة والطمأنينة، فهو من أنبياء الله عز وجل الذين صبروا على البلاء واحتسبوا أجره عند الله، فكان خير مثال يحتذى به. فإذا تمتعنا في آيات كتاب الله عز وجل تمكنا من التعرف على هذه القصة التي نجد فيها البعض يتغاضون ويضربون بها المثل، فيقولون يا صبر أيوب. فهيا بنا نتعرف قصة سيدنا أيوب عليه السلام. نبي الله أيوب ورد ذكره في القرآن على أنه من الأنبياء التي ضربت فيهم المثل في الصبر والقوة والإرادة. يرجع نسبة نبي الله إبراهيم عليه السلام، نسبه إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام من ولد إسحاق. ضرب خير مثال في الصبر. طبعا اتعلمنا منه الصبر هو وزوجته طبعا، وعلى الصبر على البلاء. فمن المتعارف عليه بيننا وبين بعضنا أن الله تعالى يختبر المؤمن أو المؤمنين من خلال مجموعة من الابتلاءات الصغيرة. ابتلاءات الدنيا صغيرة وما هي بكبيرة، لبيان قوتنا، قوة إيماننا وصبرنا على المصائب واحتسابنا لكل مصيبة أو أي موقف لينا بيحصل. فطبعا من المؤكد ان الانسان لا يستطيع ان يتيقن من قوة ايمانه، ما يقدرش يعرف ايمانه اذا كان قوي او ضعيف الا بالابتلاء، الا حينما يقع في المصائب. فان صبر واحتسب فامر الله نافذ، وان جزع وكفر فامر الله نافذ لا محالة. اذا كنت صابر او كفرت بامر الله، هو ربنا اراد بكده. ومن هنا جاء الاختبار لسيدنا إبراهيم لنتعلم منه قوة الصبر على المرض وعلى البلاء وعلى الابتلاء. جاء ابن كثير أن سيدنا أيوب عليه السلام كان من أنبياء الله الصالحين الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير، كما كان له الكثير من المواشي والأنعام، ومنحه طبعا ربنا سبحانه وتعالى من البنون، فاجتمعت لديه زينة الحياة الدنيا كلها. يذكر أنه كان أيضا يمتلك أرض كبيرة في بلاد الشام، ولأن الدنيا لا تسير أبدا على وتيرة واحدة أو مرة واحدة، فحدث لما لم يكن أيوب يتوقعه أو أي أحد مننا لا يتوقع أن يجرى له أي حاجة. فسرعان ما فقد أولاده واحدا تلو الآخر. أكثر المصيبة مصيبة الفقدان للولد، وكذلك خسر جميع أمواله ولم يتبقى له حتى القليل منها. هذا فضلا عن المرض سبحانك يا الله الشديد الذي أصاب بدنه وأضعافه، ولم يبقى منه عضو سليم إلا القلب المليء بالإيمان واللسان المداوم على ذكر الله عز وجل. اللسان المداوم على ذكر الله عز وجل. تحول أيوب إلى إنسان ضعيف لا يقدر على
شيء، حتى أن زوجته بدأت تعمل في خدمة الناس بالبيوت من أجل الإنفاق عليه وعلى إطعامه، فتحول بهم الحال إلى آخر، إلا أن كانت زوجته بارة الزوجة الصالحة. اللهم ارزق شبابنا بالزوجات الصالحة، واهد بناتنا وزوجاتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أن تقف إلى جوار زوجها وتعين على ما أصابه من جانبه. لم يتوانى أيوب لحظة عن ذكر الله عز وجل، فكان يحمد الله على الرغم من كل الابتلاءات الشديدة التي كان من شأنها تعصف بأي بشر، إلا أن إيمان أيوب كان أكبر منها. شفاء أيوب عليه السلام استمر الأمر ده لمدة 18 عام. عندما اشتد به الحال توجه إلى الله تعالى بالدعاء، وجاء دعاءه في سورة الأنبياء حيث قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك في سورة صاد فقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فاستجاب الله لنبيه وأوحى له أن يضرب الأرض بقدمه، فإذا ينبوع من المياه ينفجر ليغتسل منه نبي الله أيوب كما أمره الله تعالى، فذهب عنه كافة الأسقام الظاهرية، الأمراض وكل حاجة أصابته راحت. يشرب من هذا الماء النبي ليخرج منه كل الألم الداخلي، ليعود حالته الطبيعية ويبرأ تماما من كل مرض. وجاء هذا في قوله تعالى في سورة صاد: ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. بعض المغالطات في قصة نبي الله. وردت مجموعة من المغالطات في قصة نبي الله، حيث قيل أن الله عز وجل ابتلاه بمرض يشوه جسده ويجعل الديدان تخرج منه. طبعا هذا الأمر غير صحيح تماما، عار من الصحة، فالمولى عز وجل عصم الأنبياء من شر أي مرض قد يبعد الناس عنهم، كما أن الغرض منه اختبار الإيمان وليس سبب آخر، عن قوله في سورة صاد: وخذ بيدك ضغنا واضرب له ولا تحنس. فيقال بأنه كان عليه نذر، حيث فعل في يوم على زوجته وندر أن يضربها 100 جلدة بمجرد ما يعفى الله عنه، إلا أنه يقال أن الله تعالى أمر أن يأخذ وهو غصن يحتوي على 100 قضيب ليضرب به زوجته ضربة واحدة فيوفى نذره. الدروس المستفادة من حديثنا النهاردة وقصتنا الجميلة من خلال القصة اللي أنا قلتها: الله عز وجل في كتابه ذكر نبي الله أيوب. نجد أن الصبر على البلاء خير دليل على قوة إيماننا، والإنسان يحتسب إيمانه عند ربنا، كما أن الاستعانة بالله واللجوء إليه بالدعاء ذلك في تحقيق الكثير من المعجزات. ما يمتلكون من زينة الحياة الدنيا ومتاعها، فمن نحن حتى لا نبتلى؟ طبعا احنا الابتلاءات موجودة حياتنا وفي كل حاجة موجودة. أرجو اللي تشوف إن شاء الله بإذن الله القصة دي نتعلم الصبر ده أهم حاجة في حياتنا. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله القصة دي جميلة أوي وسهلة وحلوة، وربنا يا رب يجعلنا في ميزان حسناتنا. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى نشوف قناتي إن شاء الله بإذن الله. أي حاجة تقولوها. طبعا مرض نبي الله طال انقطع عن الناس خشية العدوى وانتقال المرض ليه، فأخرج من البلد وألقي في مكان بعيد، ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إلا وشفقة عليه زوجته. اللهم اجعل
أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. قصة كده حبيت أقولها لكم كده، طرأت على ذهني في مطورة تعليمي وديني. اللهم اجعلنا بارين أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قد. والسلام عليكم ورحمة الله.